بسم الله ما شاء الله. بصوا المشوى جميلة. بصوا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وهنا وسعادة دايما يا رب. بصي يا حبايباتي، أنا قاعدة كده نفسي آكل حاجة مسكرة. أي نعم هو رمضان خلاص، بس الواحد برضه عايز ياكل حاجة مسكرة حلوة كده. طب هتعملي ايه يا ام محمد؟ والدنيا غالية وكل حاجة أسعارها غالية وكده. ما لقيتش في الدنيا يعني حاجة اقتصادية قد البغاشة أو مخدات العسل. طريقتها سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت اقتصادية، يعني على قد ما نقدر ان شاء الله. هتعملي ايه؟ بصي انا عندي اهو كوباية دقيق، مج دقيق حلو الكلام، وعندي بصوا بيضة وفانيليا ونشا، شوف حبة نشا قد ايه، سنتوفة، وحبة بيكنج باودر. هي دي كل المكونات بتاعتي. طيب هتعمليها ازاي؟ قبل ما نعمله حاجة، اولا طريقة عملها سهلة قوي. قبل ما نعمله حاجة تعالوا بينا الاول نعمله الشربات بتاعها. يلا بينا. كوباية سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، بنفس المعيار. كوباية الا ربع، يعني كوباية الا ربع ايه مية، عشان احنا عايزين السكر العسل بتاعها يبقى ايه، يبقى تقيل شوية. طبعا ايه، ما تنسوش عصرة الليمون اللي في الاخر. هنسيبه كده على النار لحد عملنا الشربات علشان لابد الشربات بتاعها يكون بارد. يلا بينا نعمله ايه البغاشة في ساعتها كده. بصوا جبت كوباية ايه الدقيق اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، سهلة قوي. حلو الكلام. وحط على معلقة كبيرة ايه نشا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر او نص معلقة ايه كبيرة. يبقى احنا هنا حاطين بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى احنا حاطين هنا ايه كوباية دقيق، عليهم معلقة كبيرة نشا، عليهم نص معلقة كبيرة بيكنج باودر او معلقة صغيرة بيكنج باودر. ادي كده المكونات ايه بتاعتها ايه الجاهزة. يبقوا بقى هنا نعمله ايه، نجيب بيضايه حلو، هي بتتعمل ببيضه واحده. بصوا حبه ايه فانيليا، حطوها كده ايه هنا على جنب. نيجوا بقى هنا معلقه سمنه واحده، معلقه ايه سمنه واحده. طب انا ما عنديش سمنه احط زيت مش فارقه، بس السمنه بتخليها ايه، بتبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره. الزيت بيخليها تبقى مقرمشه ايه، يعني ايه، بتبقى مقرمشه شويه بس كده. هنعمله بص، هندخله بقى البيكنج باودر، هندخله البيكنج باودر مع السمنه مع الايه، مع المكونات اللي احنا عاملينها. بس الاول اللي هنا ايه، نقلبه دي شويه كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الفانيليا حاجه غاليه، نزلي كله كده، اوعي تسيبي سلطوفه بضايه في الاول. قوليلي حطيتش اللايك ولا لسه؟ حطي يلا اللايك وشجعي محمد. هحط ايه الميه، هي ما بتحتاجش اكتر من معلقتين ميه ان كترت 3. عجينه البغاشه بتبقى عجينه ناشفه. بس يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان ما تنزليهاش مره واحده، يعني تنزلي معلقه ايه، معلقه. بصوا يا حبايبي، اخدت 3 معالق بالظبط ميه. يلا اعملي يلا التمرينات بتاعت الايدين. يلا اعجنيها ايه شويه كده، يعني دقيقتين كده ولا حاجه، مش ياما ولا حاجه. عجينه اهو، بصوا عجينه ايه طريه، بس ما فيهاش تلزيقه. عجينه طريه بس ما فيهاش ايه تلزيقه. هنسيبها في قلب المكان اللي احنا عجينا فيها كده، ونغطوها باي حاجه لمده 10 دقايق بس. 10 دقايق وهقول لك نعمله ايه. بس انتي والنبي ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه. بصوا يا حبايبي، بعد 10 دقايق نجيبوا ايه حبه نشا حلوين كده اهو، سلتوفه النشا اللي عندي. هي اقتصاديه اساسا، مش مكلفه ولا حاجه. بسم الله. يلا
يلا نفرده بقى. هنفردها لحد ما توصل لفين يا ام محمد؟ تبقى رقيقه بس مش للدرجه، يعني لا تخينه ولا ايه ولا رفيعه. هوريكي هيبقى السمك بتاعها شكله ايه. على فكره يلا بالسكينه هنعمل. طبعا انت لو عندك قطعه البيتزا او اي قطاعه براحتك، بس انا ما عنديش قطعات من دي فهعمل. بصي بالسكينه، بصي بسم الله الرحمن الرحيم. بصي حاولي ايه، بسم الله الرحمن، تعمليها بصي مربعات صغيره، يعني بمعنى اصح بصي بالطول وبالايه، بالطول وبالعرض. احنا ما عندناش قطاعه هنسقطه، لا ابدا، هنتصرف برضو. قطعنا طولا نقطعه عرض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا مسهل الحال يا رب. بصي يا حبايبي السمك بتاعها بص بيبقى كده، يا رب بس تكون واضحه لكم. لا رفيعه ولا تخينه. لو كانت تخينه هتبقى معجنه من جوه، لو كانت رفيعه مش هتقبل معاكي في قلب الزيت. يلا بينا نعمل. هيبقى الزيت بتاعها سخن. بصوا يا حبايبي حطيناها ايه على النار اهو. بصوا الزيت سخن، اول ما هنيجي نحطه هنلاقي احنا ماسكين ايه، مهدين النار. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. بصوا يا حبايبي اهو كلها بصوا منفوخه اهي. اول ما يبقى لونها ذهبي تنيتي ماسكه ايه مطلعاها، يبقى اللون ده كده. بصوا تبقى اللون ده كده. اقلي كله وهوريهولك في الاخر. بصوا يا حبايبي قليناها كلها اهي. اول ما تستهدى من النار لان احنا ماسكين حاطينها في العسل اللي هو الايه اللي هو البارد، في عسلها اللي هو ايه اللي هو البارد. طبعا عسلها بيبقى تقيل، كوبايه سكر على كوبايه ميه بس، وعصره ليمونه صغيره. اول ما يغلوا خلاص طفينا عليها. هسكرها وهوريها لك في الاخر.